ضيفتنا النهارده فاوندر براند عمل ضجه كبيره قوي في الاف ان بي اندستري في مصر. قدرت تحقق نجاح كبير قوي في وقت قليل قوي. امينه عاكف فاوندر كوفي كلتشر. هاي امينه. هاي يارا. احكي لنا شويه عن الباك جراوند بتاعك. أنا my background is initially marketing and business management. اوكي. وكان عندي passion على ال F&B industry in general. كان عجباني قوي فكرة إنه to have a strong local coffee brand in the market. كنت حاسة إن ده كان gap شوية الوقت اللي بدأنا فيه 2 years ago. الباكجينج بتاعكم كان مختلف قوي من الاول و I think a lot of people كانت بتidentify بالبراند انه ايه ده this is a The very coffee new culture idea. كان our family business was packaging. اوكي. فقعدنا شوية وقت عملنا ريسيرش ايه اللي نقدر نضيفه جديد في حتة الباكجينج بالذات في حتة الكوفي. كنا عايزين نعمل حاجة براكتيكال وكونفينينت للكاستمر وتسهل قوي الكاستمر اكسبيرينس، انك تشربي قهوه من غير ما كوبايه تقع، من غير ما حاجه تبقى سبيلد. نعمل حاجه تاليفيت ذا نورمال كاب اوف كوفي. فعملنا افتر بقى شويه ريسيرش وكونكشنز وسفر قدرنا نوصل للكان، وكنا الاول ناس تقريبا نعملها في الماركت. اوكي، ازاي قدرتي تحققي البراند بوزيشننج بتاع كوفي كلتشر؟ البوزيشننج بتاع كوفي كلتشر اشتغلنا عليه من a lot of factors. اوكي. اول حاجه كانت البراندنج، كانت تاني حاجه كان الماركتنج، الاكتيفيشنز اللي عملناها، الكامبينز اللي عملناها، السوشيال ميديا، الادز، كل الكونتنت اللي احنا اشتغلنا عليه، بلس البرودكت بقى كواليتي، اند حاولنا نتشيف حاجه في البرودكت كمان تبقى مختلفه تبوزيشن اس في حته مختلفه يعني in comparison to the current competitor. فقصدك ان هي ميكس حاجات كتير حاجات قوي كتير قوي play together that create the positioning that you currently have. Of course. وازاي بتحافظوا على البوزيشننج ده؟ لازم على طول بنطلع new ideas، نبقى بندي على طول حاجة جديدة for the customer to always يبقى excited يشوف احنا عملنا ايه this حاجات season. جديدة قصدك drinks، okay. merch، giveaways، competition، كل حاجة. يعني في options كتير قوي بنقدر نخلق من خلالها loyalty للconsumer، ونقدر على طول ان احنا نكون يعني on top of the game in regards to product و differentiation وكله. طب أمينة، any final words of advice لحد trying to make it في ال F&B industry؟ ان مهم قوي تبقى البيزنس موديل بتاعك مركز على الكاستمر. ان دلوقتي الكونسيومر بيهيفير اختلف تماما عن what it was before and it's all about building emotional connections، او ان انت يبقى عندك علاقه كويسه مع your customer وعارف تحافظ عليها حتى لو في مره حاجه حصلت في product quality، لانه في اخر اليوم it's a manual process. فلازم تبقى عارف تبرايورتايز الكاستمر بتاعك ويبقى عندك very high levels of customer service، على طول يبقى عندك retention، مش بتخسر اي كاستمر، انه يبقى البراند بتريفولف فعلا حوالين الناس، and loyalty in general. loyalty is super important.